ازيكم يا بنات يا حلوين، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده جايبين لكم فكره جديده جدا. هندهن الصالون بتاعنا بحاجه موجوده في البيت وما بنستغناش عنها، وحاجه بسيطه جدا. انتوا عارفين الصالون ذهبي، وطبعا ما ينفعش نجيب عليه ميه وما ينفعش نجيب عليه اي ماده عشان بيبوظ. شايفين الجمال؟ انا جبت لكم صورت لكم الكرسي قبل وبعد عشان تشوفوا وتتشجعوا وتخشوا على الفيديو وتنورونا وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ولايكاتكم بقى وتعليقاتكم الحلوه دي، قولوا لي ايه رايكم في افكارنا وتكاتنا وحركاتنا. ده الصالون مهما مسحتيه مهما نظفتيه برضو ما تقدريش تخشي الحتت اللي جوه ده، وبيبقى غامق وبيبقى اكنه عليه تراب، اكنه مش نظيف خالص. انا بقى فكرت ان انا ايه اجدده والمعه، واديكم شايفين بقى شكله عامل ازاي. والله العظيم بقى شكله تحفه 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 تحفه. بصوا يعني الاول اهم حاجه، وكل ده بحاجه بسيطه جدا، بشويه زيت، بشويه. طبعا انا عارفه ان الزيت غالي اليومين دول، بس طبعا مش اغلى من الصالون. انا جبت شويه زيت فضيتهم في حاجه، وفرشه دهان. بس ده كل اللي احنا محتاجين. اهم حاجه قبل ما تلمعيه تمسحي طبعا الصالون وتنفضيه كويس، وتحاولي تمسحيه على قد ما تقدري عشان اما تلمعي ال- التراب يتظبط. بصوا شكله عامل ازاي. بصوا والله العظيم ده كده ممسوح، كده مسحه ومسحه جامد خالص. فاهمين؟ بصوا بوريكم كمان على الطبيعه، مهما مسحتيه مهما كده ما بتقدريش توصلي لجوه. هتشوفوا بقى شكله دلوقتي هيبقى حكايه وروايه. بجد والله العظيم بشويه زيت وفرشه دهان بقى حاجه تحفه، بقى جميل، بقى صالون بحقه هيلمع كده ويزرغط كده، وتحسي ان انت قاعده حاجه نظيفه حواليكي كده. وما خدش مني وقت، ما خدش والله مني وقت خالص. بص انا بوريكم على الطبيعه اهو، بوريكم شكله ايه وهيبقى شكله ايه دلوقتي. على فكره الصالون ده كان الاول لونه زيتي، القماش بتاعه كان زيتي. انا في اول في القناه بتاعتي انا اللي مغيره القماش بتاعه بايدي. تتخيلوا؟ والله انا اللي مغيراه كده بني وذهبي. انا اللي مغيراه بايدي. لو تاخدوا بالكم في القناه من تحت، بصوا كده دوروا على الفيديوهات اللي تحت هتلاقوا فيديو تغيير الصالون بتكلفه مش هتصدقوا، عاملاه بايديا. لو كنت وديتيه الصنايعي كان خد شيء وشويات، لكن انا عاملاه بايدي وطلع تحفه والله ومغلبنيش، وطلع جميل جدا وبتكلفه بسيطه بسيطه بطريقه مش معقوله. بس دوروا على الفيديو هيعجبكم ان شاء الله. ادي شويه زيت، جايبه زيت طبعا نظيف ايه مش مهم، مش هتفرق، بس يعني ده خفيف كده احسن من زيت التومين، بيبقى تقيل. ماشي. وطبعا فضينا شويه زيت، والله ما خدش زيت كتير كمان. اهم حاجه تعوصي اهم حاجه الزيت ما يجيش على القماش. وانت بتمسحي يبقى في ايدك قماش عشان لو اي نقطه جت كده ولا كده تمسحها بسرعه. وانت لو مسحتي الفرشه، انا الحمد لله والله عملته ما جاش ولا نقطه على القماش. تمسحي الفرشه وتدهني. يعني تمسحي الفرشه الاول عشان لو ما مسحتهاش بينزل ايه، وتمشي عليه. بقى هيختلف والله العظيم هيختلف. والله جربوا الفكره دي هتدعوا لي وهتعجبكم جدا جدا جدا. اي بقى خشب عندكم، خشب باب الشقه، اي خشب عندك لونه مهما مسحتيه بيبقى مطرب، بيبقى مش حلو، اعمليه بالفكره ديت. يعني فكره مش هتكلفك حاجه، مش هتكلفك حاجه، وهتلاقي الموبيليا بتاعتك بتلمع كده وتزرغت كده وتقول لك شكرا اللي انت عملتيه فيا. فاهمين؟ بصوا الجمال والله يا بنات، والله اختلف تماما بين الاول وبين الاخر. تابعوا بقى الفيديو للاخر وشوفوا التكات والحركات بتاعتنا، وشوفوا وقولوا لي رايكم. مستنيه رايكم في التعليقات، ومستنيه تشجعوني بالله عليكم، لان والله العظيم القناه من تحت فيها فيديوهات حلوه جدا وكلها افكار، والله مش هتلاقوها في اي مكان، لا على اليوتيوب ولا في اي حته. كلها افكار جديده وهتعجبكم. طب تابعوا وقولوا لي رايكم، انا مستنيه رايكم.